أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل بإذن الله تعالى من حيث توقفنا بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا وجميع المسلمين آمين. قال رحمه الله تعالى: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وشبهها، والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع، إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاها. ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها. ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ، ولا يصلى عليه ولا يباع. ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها. وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل. ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأضلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيلة وقد اختلف فيه. نعم. وقد اختلف في ذلك. نعم، بارك الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمنخنقة بحبل ونحوه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأصناف في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فاختلف أهل العلم في الاستثناء هنا، هل هو متصل أم منفصل أو منقطع؟ لأن بعضهم يقول المعنى إلا ما ذكيتم من هذه المذكورات، وبعضهم يقول إلا ما ذكيتم من غير ما ذكر، فيختلف المعنى هنا. المالكية مذهبهم في هذه المسألة أنه لا يحل من ذلك إلا ما أدركت فيه حياة مستقرة، بحيث لو ترك قد يعيش ولو مع إعاقة أو كذا، مهما كانت الإصابة بليغة. فيكون المعنى عندئذ إلا ما ذكيتم من غيرها. وأما عند غيرهم أي عند غير المالكية فالمعنى إلا ما ذكيتم منها مما أدركتم فيه شيء من حياة كائنة ما كانت، ولو عين تطرف أو عضو يتحرك. فإذا قاعدة المالكية في المسألة أن ما نفذت مقاتله من الحيوان لم تعد التذكية تنفع فيه. هذا. وغيرهم يقول ولو بقيت فيه بقية يسيرة من حياتنا، المهم أنه لم تخرج روحه بعد، إذا ذبح يحل. ولا شك أن قول المالكية أحوط، لأن الذي قال لك هذه المسألة المختلف فيها دعها عنك، فهو على أقل ما يقال عنه أنه من باب اجتناب الشبهات، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وشبهها، والمتردية يعني التي سقطت من عل، والنطيحة وأكيلة السبع إذا نفذت مقاتلها. كل ما ذكر المراد به إذا نفذت مقاتله، وكل ما ذكر المراد به إذا أدركت فيه شيء يعني بقية من حياة، هذا المراد. إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه، فإنها عندنا معاشر المالكية تذبح لتستريح لا لتؤكل، من باب الإحسان الذي كتبه الله عز وجل على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نعم، لذا قال لم تؤكل بذكاة، ذكاة لم تعد مجدية فيها. وقد نقل أو روي عن علي رضي الله عنه وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون إن أدركت ولو عين تطرف فاذبح، وكان مالك يتحفظ في هذا كما قلنا
ثم قال رحمة الله عليه: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها. هذه المسألة عدها بعضهم أنها مما خالف فيه ابن أبي زيد رحمة الله عليه مشهور المذهب، والصحيح ليس كذلك. قالوا هذا من منطلق كون ما في المختصر مخالف لهذا، فاعتبروا ما في المختصر هو مشهور المذهب، والصحيح أن صاحب المختصر رحمة الله عليه شيخ خليل هو الذي خالف مشهور المذهب، ومشهوره هو ما سار عليه ابن أبي زيد، لأن صاحب المختصر قال بأنك تأكل منها قدر ما تسد به الرمق ولا تشبع ولا تتزود، وهو هنا قال أنك تشبع وتتزود، وهذا هو كلام مالك بحروفه في موطئه رحمة الله عليه، قال تشبع وتتزود، فإن استغنيت عنها طرحتها. إذن لما وجدوا هذا الخلاف بين الرسالة وبين المختصر اعتبروا ما في المختصر هو المشهور، والصحيح أن ما في الرسالة هو المشهور في هذه المسألة. ذكرنا مسائل قلنا نعم صار فيها على غير المشهور، أما هنا لا، هو الذي على المشهور، ومن ظنه على غيره هو الواهي. قال: ولا بأس بالانتفاع بجلدها أي الميتة إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع. ومعلوم كما في حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديث عبد الله بن عباس الذي يرويه عنها وبعض الطرق يرويه مباشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بميتة يجرها أصحابها يعني يلقوها قال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: يطهره الماء والقرض. إذن عرفنا أنه يطهره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه الطهارة لا يمكن لأحد أن يقول لا يطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطهر، ولكن اختلفوا في مداها. فذهب المالكية إلى أنه يطهر طهارة جزئية بحيث يمكن الانتفاع به في أن يحمل فيه الماء إذا كان قربة أو نحوها سقاء، وتحمل فيه المواد الجافة كالحبوب وغيره، ولا يستعمل في غير ذلك من المائعات الأخرى غير الماء، لأن الماء له قوة الدفع. وأما ما سواه كاللبن يعني كالحليب والعسل والسمن والزيت وهذه المائعات الأخرى قالوا لا تحمل فيه لأنها ليست لها قوة الدفع التي للماء. ثم قالوا أيضا: ولا يصلى عليها، لا تستعمل يعني لا يصلى عليها ولا تلبس، لا يلبسها المصلي إذا صنعت منها ثياب وكذا، هكذا قالوا. وذهب الأكثرون من أهل العلم أنها تطهر طهارة تامة في كل شيء إلا الأكل فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل لما ذكر أنه يطهر إنها ميتة قال: إنما يحرم أكلها، أي بقية أوجه الانتفاع الأخرى كلها تباح لكم من جلدها إذا دبغ. وأصلا الجلد لا يمكن الاحتفاظ به صالحا إلا إذا دبغ، لأنه إذا لم يدبغ ييبس ويتكسر، إنما يبقى ناعما أو يبقى لينا أو كذا إذا دبغ. فقال: يطهر، نقول يطهر. المذهب على أنها طهارة جزئية، فيه شيء من الاحتياط، ولكن النص صريح في الدلالة على طهارته المطلقة. قال: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت. هذا بناء على كلام سيأتي حول مسألة السباع، هل هي تنفع فيها أصلا التذكية أم لا تنفع فيها؟ سيأتي الكلام بناء على أن الزكاة تنفع فيها على كراهتها وفق كلام سيأتي إن شاء الله. فإذا ذكيت بناء على ذلك فلا مانع من أن ينتفع بجلودها انتفاعا تاما ولو بالصلاة، يعني ولو أن يصلى عليها. فمنعوا الصلاة على جلود الميتة إذا دبغت، وقد جاء فيها النص، وأجازوه في جلود السباع وجاء النص في عكس ذلك. المهم سيأتي الكلام على مسألة السباع إن شاء الله إذا ذكيت. قال: وبيعها، يعني لا مانع من بيعها. وقد ورد أيضا النهي عن الجلوس على جلود النمور نعم. قال: وينتفع بالصوف الميتة وشعرها. معلوم أن الصوف والشعر والوبر هي كلها هذه من الأصناف أو من الأشياء الطاهرة، سواء جزت من حيوان حال حياته أو بعد موته ولو حتف أنفه من غير تذكية، لأنها لا تسري فيها الحياة ولا يجري فيها الدم.
فجزها من الحيوان حال حياته صوفا كانت أو وبرا أو شعر، أو جزها منه بعد موته، كل هذا سواسية ولا فرق. لأن أصلا هي القاعدة أن ما ينزع من الحيوان حال حياته يقاس على ما نزع منه بعد موته من غير تذكية، لأن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. جيد. فإذا كان مما تسري فيه الحياة، ما دام مما لا تسري فيه الحياة فسواء جز حال حياة أو بعد موت سواسية. نعم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى امتن على الخلق بنعم كثيرة لا حصر لها، وذكر من ذلك من جملة ذلك في قوله تبارك وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إذا متعنا الله سبحانه وتعالى بهذا وأنعم علينا بحله، فلا ينبغي لأحد أن يقيد منه شيئا. لكن لا بد أن ينتبه لشيء، أنه إذا كان جز منها حال الحياة أو جز بعد الموت من غير تذكية فلا بد أن يكون جزا لا نتفا، لأنه إذا نتف يعلق به شيء من الجلد، والجلد إذا كانت حية ولم تذكى فهو نجس، وإذا ماتت حتف أنفها فهو نجس قبل أن يذبح، وبالتالي لا بد أن يكون جزا لا نتفا. ثم قال: ولا ينتفع بريشها. نعم، الريش يختلف عن زغب الريش. هناك الريش والمراد به القصبة، قصبة الريش، وهناك زغب الريش الذي على الحافة، فهذا الزغب كالشعر والصوف والوبر لا تسري فيه الحياة ولا يضر قلعه منها حال حياتها أو بعد موتها ولو حتف أنفها. وأما القصبة نفسها التي على حافتيها على حوافها الزغب فهذه يجري فيها الدم كما هو معلوم، فهذه إذا نتفت منها حال الحياة أو وجدت ميتة ونزعت منها فهي نجسة، لا بد أن لا تنتف أو تنزع إلا بعد تذكية. إذن فرق بين القصبة وبين الزغب الذي على الحواف، لأن الزغب هذا كالصوف والشعر والوبر. قال: ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها سواسية، كل هذا حكمه واحد. وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيلة. لم يقل فيه بالحرمة ولم يقل فيه بالإباحة، وذلك لتردد أقوال أهل العلم فيه، هل هو كالصوف والشعر والوبر فلا تجري فيه الحياة فيكون مباحا، أم هو كالأظلاف والقرون وتجري فيه الحياة ويصله الدم، فتردد بين الأمرين فحكم فيه بالكراهة. وقد كان السلف يستعملون أنياب الفيلة في كثير من الأمور، في صنع المشط وفي صنع بعض الأظرفة التي توضع فيها المواد الدهون وكذا. فعلى كل تداوله الناس من قديم، وتحفظ بعض أهل العلم كما صار عليه الشيخ هنا رحمة الله عليه، فتوسط في ذلك وقال بالكراهة. منشأ الكراهة أين؟ لأن قلنا بعضهم يراه كالزغب والصوف والشعر والوبر لا تسري فيه الحياة فهو طاهر، وبعضهم يراه كالأظلاف والقرون والأسنان تسري فيه الحياة فهو نجس، فتردد بين ذلك فحكموا فيه بهذا القول الوسط. نعم. وقد اختلف في ذلك كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل. نعم. ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد ويتحفظ منه. نعم. قال رحمة الله عليه: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل. هذه المسألة صورها متعددة، صورها 4، تحل منها واحدة وتحرم 3، وهي حلول النجاسة في الطعام. هذا المراد اللي التي قلنا صورها 4. إذا كانت النجاسة مائعة يتنجس الطعام مائعا كان أو جامدا، وإذا كان الطعام مائعا يتنجس مائعة النجاسة أو جامدة، وإذا كان معا مائعين فمن باب أولى. تبقى عندنا صورة واحدة، جامد في جامد، النجاسة جامدة والماء والطعام جامد، فهنا إذا حلت فيه تنزع يعني تطرح وما حولها وينتفع ببقيته ما دام جامدا والنجاسة جامدة. إذن المائع في المائع نجس،
والمائع في الجامد نجس والجامد في المائع نجس، يبقى عندنا الجامد في الجامد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة ماتت في سمن لقوم فقال انزعوها وما حولها وكلوا سمنها. طبعا فسئل ابن عباس لعل واقعة تكررت فقيل له إنها تحركت فيه، أي وجد أثرها، أثر حركة هذه الفأرة قبل أن تموت في السمن وجدت أثار حركتها، فقال إنما تحركت وهي حية وكل حي طاهر. أما لما ماتت لم تتحرك، تطرح هي وما حولها فقط. يبقى مسألة طول المكث، لو بقيت فيه مدة طويلة بعد موتها معلوم أنها ستتحلل، وبالتالي تسري النجاسة المائعة فيه فيفسد كله. نعم. قال ولا بأس أن قال وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح، لأنه مائع حلت فيه نجاسة مائعة أو جامدة ولم يؤكل. ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، إذا كان زيتا هو الذي حصل فيه حلول هذه النجاسة التي هي ميتة الحيوان هذا، قال تنجس لا ينتفع به ولكن يستصبح به، بيد أن هذا الاستصباح محصور ومخصوص بغير المسجد. أما في المساجد فلا ينتفع فيها إلا بطاهر كما قال خليل، وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، ويتحفظ منه. نعم، يتقى أو يتوقى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله، كما تقدم بيانه. نعم. ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب، وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي، وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام. ولا بأس بأكل طعام أهل الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالمراد بالطعام هنا تذكية، يعني اللحوم، ما يذكى من الحيوان، هذا المراد، ليس المراد الفواكه والخضروات قطعا ولا الأرز ولا كذا، هذا لا علاقة. فإذا هذه الحيوانات أو هذه اللحوم التي ذكاها أهل الكتاب فإنها تؤكل بصريح القرآن، إلا أن أهل العلم وضعوا لذلك ضوابط، أهمها أن يكون الحيوان المذكى هو مما يباح له في دينه ويباح لنا في ديننا. فإن ذكى ما لا يحل له في دينه كذوات الظفر، إذا ذكاها يهودي وهي عليه حرام فلا تحل، لأنه هو أصلا لا يرى تحليلها بهذه التذكية. فأن يكون مباحا لنا في ديننا ومباح له في دينه، وأن يفعل معها ما يراه في دينه تذكية لا قتلا. جيد؟ هذا أهم شيء. فإذا فعل ذلك جاز. قال: وكره أكل شحوم اليهود، لأن الشحوم الخالصة محرمة عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم. يعني الشحم الذي يكون ممازجا للحم هذا ما عندهم فيه مشكلة، أما خالصه صافيه فهذا محرم عليهم، وما دام محرم عليهم فلا ينبغي لنا نحن أيضا أن ننتفع به إذا جاءنا من عندهم. قال: من غير تحريم، كأنه توسط في ذلك، لأن منهم من يقول كل ما جاءنا من لحومهم مباح، لأن الله أحل لنا من غير قيد. ومنهم من قال شريطة أن يكون مباحا لنا في ديننا ومباح له في دينه، وهذا ليس مباح له في دينه، فتوسط في المسألة. قال: ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي. ذكاة المجوسي كما مر بنا بالأمس أن المجوس تسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية فقط، لا في الذبائح ولا في نكاح نسائه، لأنه من شرط تحل التذكية أن يكون المذكي الذي ذكى ممن تحل مناكحته، ولا تحل إلا مناكحة المسلم والكتابي. قال: وما كان مما ليس فيه زكاة من طعام فليس بحرام، هذا مفروغ منه.
حتى لو كان صيدا أو لو كان صيد يعني بحر أو كان بقية الأطعمة كذا وكذا. ومع هذا معلوم أنه تتقى أوانيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نأكل أو نشرب في أواني أهل الكتاب إلا أن لا نجد غيرها فنغسلها ونأكل فيها أو نشرب فيها. والمراد بالأواني ما يمكن أن يكون مفتوحا بحيث يضعون فيه ويجعلون فيه ما شاءوا من أنواع منافعهم. أما إذا كان ليس كذلك، إذا كان يعني مما لا توضع فيه الأشياء كلها وإنما مخصص للماء مثلا فقط، فهذا لا مانع من الانتفاع به، كما انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بماء القرب المزادتين اللتين كانتا عند تلكم المشركة، معروف القصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصيد للهو مكروه ولغير اللهو مباح، وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه. وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم تؤكل إلا بذكاه. وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكيه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. أي نعم. ثم أخذ يتكلم على العقر. قلنا التذكية على 3 أنواع: ذبح ونحر وعقر. عرفنا فيما مضى ما يذبح وما ينحر، وهذا الآن العقر، ما يكون في الصيد وما ليس متمكنا منه إلا بهذه الوسيلة والطريقة. فقال رحمة الله عليه: والصيد للهو مكروه، لا ينبغي للإنسان أن يجعله للتسلية فقط، لا يحتاجه ولا يريده، وإنما يفقد هذا الحيوانات أرواحها ولا ينتفع بها انتفاعا بينا، فهذا كأنه للتسلية والترفيه فقط، فهذا يكره، إذ الحفاظ عليه أولى من أن تتسلى أنت بقتله. قال: ولغير اللهو، أي وأما لغير اللهو فمباح. الصيد جائز الأصل فيه إذا كان من أجل الانتفاع بلحومه أو جلوده أو غير ذلك. قال: وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه. ضابط مهم في الصيد أن يكون الجارح المرسل معلم. ومعنى كونه معلم أنه يمشي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر. إذا زجره صاحبه توقف، وإذا أرسله استرسل، فهذا هو المعلم. لأن الله تبارك وتعالى قيد لنا المسألة بذلك، فقال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. شرط، وما علمتم معلم، مفهومه أنك إذا كنت تمتلك كلبا ليس مدربا ولا معلما ولا كذا، بحيث أنه لا يسترسل بإرسالك ولا ينزجر بزجرك، فهذا لا تأكل حتى يصير مما يمكن أن ينضبط من الحيوان بهذه الضوابط التي ذكرنا: الاسترسال والانزجار. جيد. فقال رحمة الله عليه: فهذا الذي تأكل ما قتله. إن وجدته حيا تذبح، إن وجدته قد مات تأكل. تعتبر ما فعله معه الجارح كفعلك أنت له بعملية الذبح، نفس الشيء ولا فرق. وجدته مات تأكل. المهم أنت الذي أرسلت ونويت التذكية وسميت الله تبارك وتعالى، انتهى الأمر. أدركته حيا اذبح وكل، أدركته ميتا فكل. قال: وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه. كنت أنت الذي أرسلته، لم ينطلق من تلقاء نفسه. وكذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم لكم، لم يمسكه لنفسه.
وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته. شرط: قبل قدرتك على ذكاته وجدته قد نفذت مقاتله. أما إذا أدركته حيا وتركته في مخالب أو أنياب مخالب الطير أو أنياب الكلب وبقي معه حتى قتله مع تمكنك من ذبحه لا يؤكل. أدركته فورا ذكيت يؤكل، تركته تحت تصرفه وهو يضغط عليه أو يخنقه أو كذا حتى قتله وأنت قادر قبل ذلك على ذبحه لا يؤكل. قال: وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم تؤكل إلا بذكاء. أدركته حيا وتركته يموت لا يؤكل، لابد أن تبادر إلى ذبحه فورا ما دام حيا. ما دمت قد أدركت فيه حياة تبادر، حتى إنهم يشددون في هذه المسألة إلى درجة أنهم يقولون لو أدركته حيا ثم ذهبت تبحث عن آلة الذبح السكين وكذا، هذا يعتبرونه تفريطا. لا بد أن لا ترسل الجارح إلا وأنت معد العدة بحيث أنك تبادر فورا. كذلك يقولون أنك لو أدركته حيا وتجاوزته إلى غيره، ترى الجارح قد استقل على غيره وتبعت ذاك الآخر وتركت هذا، ثم لما رجعت وجدته قد مات، لا تأكل، لا تمر عليه إلا وقد ذبحته ثم تمر إلى صاحبه كنت تريد أكثر من واحد أو نعم. لما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم تؤكل إلا بذكاة، وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله تناله أيديكم ورماحكم كما قال الله تبارك وتعالى. فإن أدركت ذكاته فذكه. إن أدركت فيه بقية حياة تذبح، إن أدركته قد مات تأكل، لأنك رميت بنية التذكية وسميت الله عز وجل، على أن يكون الذي رميته به حاد حيث أنه يخرق. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيد المعراض كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيد. لا بد أن يخرج منه شيء من دم، ولا يكون ذلك غالبا إلا إذا أصاب بحده. إن شاء الله واضح التمثيل اللي رانا نديره، إن شاء الله واضح. أصاب بحده، أصاب بعرضه. أصاب بعرضه ووجدته قد مات لا تأكل، مات، ليس أنه نفذت مقاتله، نفذت مقاتله لا يهم تذبح، ولكن إن أصاب بعرضه ومات فلا تأكل. إن أصاب بحده ولو أدركته ميتا فكل، فتلك تذكيته لأن هذا هو الأقر. قال: وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه أو فذكيه، ولكن فذكه لا، أمر الأصل أنه يجزم. وإن فات بنفسه فكله، يعني وجدته قد مات، إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. جيد. الصيد إذا رميته أو أرسلت عليه الجارح المعلم ثم لم تتمكن من إدراكه حال بينك وبينه الظلام فأدركته من الغد وقد مات، قيل لا يؤكل، وقيل يؤكل بشرط أن لا يكون من صيد الجوارح وإنما صيد السهم، على أن تجد فيه سهمك وتتحقق أنه إنما مات نتيجة رميتك. أما إن لم تجده فيه سهمك وجدته مصاب ربما رماه غيرك. جيد. فإذا أدركت وجدت فيه سهمك أو أثرا يدل قطعا أنه سهمك وأنه إنما مات بذلك، لم يقتل شيء آخر ولم ينتن بعد ولم يسقط في ماء ضوابط، فهذا تأكله. إن أدركته وقد سقط في ماء ومات فهذا ربما مات اختناقا أو غرقا، ليس بفعل رميتك ولا بفعل جارحك الذي أرسلت. فهذه ضوابطها: أن لا ينتن، وأن تجد فيه آثارا تدل على أنه إنما مات برميتك، وأن لا يسقط في ماء ويموت فيه. إذا سقط في بركة أو كذا فلا تقول، إذا وجدته ميت فلعله مات غرقا ليس بفعل رميتك. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. عرفنا الجوارح: الباز والسهم ونعم الصقر وكذا، ويدخل فيه أيضا الكلب، داخل في هذا
الاسم العام. وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله كما تقدم. وجدته ميتا وفيه سهمك وتعلم أنه إنما مات بفعل سهمك، لأنه يعني قول أنه هذا مات بفعل سهمك. لو وجدت فيه سهمك ولكن مثلا في رجله أصلا ليست مقتل، فهذا ربما مات بشيء آخر ليس بفعل الرمية. وجدته في مقاتله وقد غاب عنك ليلة أو نحو ذلك ولم ينتن ولم يسقط في ماء فكل. وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. العقر إنما يكون في الحيوان الوحشي المستوحش، الحيوان الوحشي، ليس في الحيوان الإنسي الذي في متناول الناس، فهذا لا يصاد ولا يعقر وإنما يذبح أو ينحر. جيد. فلو أنك رميت ثورا أو بعيرا أو شاة أو كذا أو دجاجة أو شيء من الحيوان الذي عند الناس يعني الإنسي، فهذا لا يؤكل عندنا في المذهب مطلقا من غير استثناء، مطلقا إذا مات نتيجة لذلك. وعند غيرنا لا يؤكل في الأغلب ولا يستثنى منه إلا ما ند. والمراد بما ند الثور الهائج والبعير الشارد. بعير شارد لا يقدر عليه، ثور هائج لا يقدر عليه، فرمي فمات من تلك الرمية فهو يؤكل عند غيرنا، وعندنا لا يؤكل. أصل الحيوان الإنسي رمي مات لا يؤكل مطلقا من غير استثناء. لكن النص صريح صحيح كما هو معروف في الحديث في القصة، كما قال الرجل أنهم لنا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن له أوابد كأوابد الوحي، فما فعل منه هكذا ففعلوا له هكذا، ما ند هكذا ففعلوا له هكذا. النص. لكن المالكية حملوه على أنه إنما حبسته الرمية ولم تقتله، حبس يعني أصابته إصابة بليغة حتى لم يعد قادر على السرور فأدركوه فنحروا. هذا الذي حملوا عليه المالكية، فلم يستثنوا شيئا من الحيوان الإنسي مات نتيجة رميته. إن شاء الله مفهوم الكلام. نعم شيخ. عفوا نعم. الكتاب قدم قبل قليل أن ذبائحهم دون عقل. صيد أهل الكتاب لا يحل في المذهب. مفهوم إن شاء الله. إنما ما ذبحوه أو نحروه. أما ما كان صيدا فلا يحل. قيل لماذا؟ قالوا نعم لأن الله قيل لهم أليس الله عز وجل يقول وطعام، قالوا نعلم هذا ولكن الله عز وجل رخص لنا في أكل طعامهم وهي رخصة، والرخصة لا يتوسع فيها ولا يتجاوز بها محلها، فنقف عند هذا الحد نقول الأصل فيه الذبح والنحر. أما الصيد فخارج عن هذا، لأن الله تبارك وتعالى قال تنالوا أيديكم ورماحكم. من المخاطب؟ أنتم المؤمنين ليس غيركم، أيديكم أنتم أو رماحكم أنتم. وقال أيضا يسألونك ماذا أحل لهم، من الذين سألوه المؤمنون، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم أنتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم لا ما أمسكنا على غيركم. فهمنا هذا المذهب. يعني قالوا الصيد مستثنى من طعام الذين أوتوا الكتاب لا يحل، إنما الذبح والنحر لا العقر. واحتجوا بعمومات القرآن كما ذكرنا، والجمهور على إباحة أكل صيد أهل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعقيقة سنة لما وصفتها، والنسب في 7 الأيام اليوم الذي ضحوة لا تصلي شيء من دمها إن حرقت عن
عروق بدلا من الدم الذي كانت تدفعه الجاهلية فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمة الله عليه سنة قال أنها من حق والديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تعق عنه سابع ولادته ويسمى ويماط عنه الأذى. قالوا مرتهن يعني واجب، هذا حق له عليك. المذهب السني قال: ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مطلقا بغض النظر عن جنسه كان أو أنثى. هذا المذهب.